مساء الخير من جديد. فيديو جديد اليوم رح نحكي فيه عن واحد من أعرق الأندية السورية، نادي أهلي حلب. تعاقدات نادي أهلي حلب هذا الموسم بين المدرب اللي رح يقود نادي أهلي حلب هذا الموسم، بالإضافة لتعاقداته من خارج النادي ومن داخل النادي ومن تشكيلة الموسم الماضي. خلونا نشوف هذا الفيديو مع بعض، بس قبل ما نتوجه للتفاصيل بتمنى من الجميع الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. فيديو جديد أهلي حلب، تعالوا نشوفه مع بعض. البداية بنادي أهلي حلب كان التعاقد مع المدرب حسين عفش ليقود دفة أهلي حلب هذا الموسم ببطولة الدوري. طبعا كان التعاقد مع الكابتن حسين، ومن ثم تم إعلان التعاقد مع الكابتن محمد ريحانية اللي هو لعب مع النادي الموسم الماضي، ولكن سبب وجود عقد خارجي إلى النادي الفيصلي كان محمد ريحانية عم يغادر. أبناء نادي أهلي حلب تم التجديد لهم، واللاعبين اللي شاركوا معه بالموسم الماضي كشاهر الشاكر، أحمد عليش، بالإضافة للاعبين علي رينا وعدد من نجوم الفريق الشباب كأنس دهان، محمود النايف وغيرهم من الأسماء اللي كانوا موجودين، بالإضافة إلى عودة فواز بوادرجي إلى صفوف النادي. اللاعبين من خارج النادي كان التعاقد مع أحمد الأشقر، يوسف الحموي، حمزة الكردي، محمود البحر، بالإضافة إلى كامل كواية، ومن ثم كان في عودة لرأفت مهتدي وحميد ميدو لاعب نادي أهلي حلب، كونهم اللاعبين من أبناء النادي، بالإضافة للعديد من أسماء الفريق الشاب اللي شاركت مع الفريق بالموسم الماضي. هذا الموسم أهلي حلب لعب عدة مباريات ودية، منها حقق فيها الفوز ومنها التعادل، وكانت المشاركة الرسمية له ببطولة كأس الدرع لمواجهة نادي حطين. مباراة انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف، وخسر أهلي حلب بركلات ترجيح 5-4 وما تمكن انه يستمر بهي المسابقة. طموحات كثير كبيرة لنادي أهلي حلب هذا الموسم، خاصة مع وجود إدارة عملت تغيير جذري بشكل النادي، بدي أقول حتى بتعاقداتها، بأسلوب تعاملها، بسداد الديون وتصفية الذمة المالية اللي كانت موجودة برئاسة الأستاذ شادي حلوة رئيس مجلس إدارة نادي حلب. الكل متفائل خير هذا الموسم، الكل بنادي أهلي حلب عم يطمح للعودة لمنصات التتويج، وخاصة بعد غياب كتير كبير للنادي عن منصات التتويج. أنا عم بحكي ببطولة الدوري، بطولة الكأس كان حققها منذ حوالي العامين بعد فوزه بالمباريات النهائية على الوسبة، كان المدرب آنذاك الكابتن ماهر بحري. إذا طموحات كبيرة هذا الموسم، جمهور عاشق، جمهور محب، جمهور دائما بيطالب بالنتائج، نتيجة انه جمهور دائما تعود على البطولات، تعود انه يكون دائما في القاب لهذا النادي. المواجهة الاولى لفريق اهلي حلب راح تكون بمواجهة فريق الوثبة. فريق الوثبة ايضا كنا حكينا عنه بفيديو سابق، فريق عمل تعاقدات جدا مميزة، فريق عم يطمح دائما ليكون موجود بالمراكز الاولى، فريق عم يحلم بتحقيق لقب بطولة الدوري. أهلي حلب راح يواجه الوثبة بقمة أيضا بالجولة الأولى مباريات الدوري السوري لكرة القدم. إذا مين بتتوقعوا يفوز بهي المباراة، وشو بتتوقعوا ترتيب أهلي حلب؟ حطوا لنا رأيكم بالتعليقات.